جماعة من قريش في الحرم، والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي لله عز وجل تحت الكعبة قبل أن يهاجر. فلما سجد قال بعضهم بعض: من يذهب إلى ناقة بني فلان التي ذبحوها يأتي بسلاها وفرثها ودمها يلقيها على محمد وهو ساجد. فانتدب أشقاهم والعياذ بالله وذهب وأتى بالسلا والفرث والدم ووضعه على ظهر الرسول وهو ساجد تحت الكعبة. آمن مكان، والرسول عليه الصلاة والسلام بقي. كان ابن مسعود رضي الله عنه هناك في المسجد، لكن يقول: أنا صغير أخشى على نفسي لو ذهبت وزيل الفرث عن ظهر الرسول حصل عليه ما يضر. فجاءت فاطمة الصغيرة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا وأخبروها، فجاءت وهي جارية فألقت عنه السلاء والفرث وقام وأتم صلاته. ولما أتم صلاته دعا ربه عز وجل، دعا ربه قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، وعددهم فقتلوا في بدر، الذين ألقوا السلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت الكعبة، فقتلوا في بدر، قتلوا في بدر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهم، أي بالصناديد الكبراء، وألقوا في قليب في بدر، قليب بئر منتنة خبيثة إهانة لهم. ألقيت جثثهم في البئر، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام منصورا مظفرا في ذلك المكان 3 أيام. وكان من عادته إذا قاتل قوما وانتصر عليهم أن يبقى في العرصة 3 أيام. وفي يوم من الأيام أمر ببعيره فرحلت، ثم ركبها حتى وقف على البير اللي إيش؟ اللي فيها كبار قريش، وجعل يناديهم: يا فلان بن فلان، يناديهم كأنما ينادي أحدا بين يديه: يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. نصر والحمد لله، ونصر والله انتصار لنا إلى يومنا هذا، نصر. إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله كيف تكلم ناس موتى جيف؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منه، يعني يسمعون كلامي أكثر مما تسمعونه أنتم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب.